في كمان الأب المتهم في حضرة المتهم أبي. نور الشريف كان قايم بدور مدرس، ابنه كان بيحب واحدة من البنات وتعرض لاعتداء جسدي ما، وراح عمل محضر، ومع انه اهل الناس اللي ضربوا الولد ده كان ليهم سلطة، تم اتهام الأب في قضية. اللي بيحصل بعد كده انه الأحداث بتبدأ تتصاعد، ونشوف انه الأب ده بدأ يخطئ، وورانا انه الأب ممكن يغلط في التربية، وممكن كمان يعجز عن حماية ابنه. فالمسلسل احتمال يكون بيوصل لنا رسائل ليها علاقه بتاعه انه الاب ينفع يغلط ويشيل تبعيات اخطائه. تتر المسلسل ده كتبه احمد فؤاد نجم وغناه مدحت صالح، من ابدع ما كتب، وفي رساله قويه انه الاب ممكن يغلط ويتحاسب، وده ممكن ياثر ازاي على الابناء. في عندنا الاب الحالم او الاب المتصالح، وده ظهر في مسلسل موضوع عائلي. ماجد الكدواني كان اب ما يعرفش انه عنده بنت، وظهرت له في الاربعينات، بدأ يتعرف عليها وبدأ يمارس أبوته بكل ارتباك وصدق وحنية في سن متأخر. الرسالة يمكن المختلفة اللي موجودة في المسلسل ده إنه قادر يقول لنا إن الأبوة ممكن تبدأ في أي وقت لأنها فطرة، وإنه مفيش عمر للأبوة. مجرد ما الأب بيبدأ يلاحظ هذا الشعور بينتشر في كل كيانه ويبدأ يطغى على تصرفاته.